فوائد قليلة ترى. شلون يعني؟ $100 اخذ عليه 50,000. اوه يعني شوية عن النص. اي بس اقل من البنوك. يمه ترى المديرة تقول لازم تدفعون القسط آخر يوم الخميس عقب باكر. شو السالفة؟ ترى ما صار شهرين، وعلى أساس كل شهرين دفعة. والله ما أدري يمه، هي تقول هيج، والبنات اللي وياي كلهن دفعوا بس أنا ما دافعة. والله ما أدري بعد، خلي يجي أبوك وأقول له ونشوف. إي يمه عافية، لأن أستحي من البنات، شنو بس أنا ما دافعة. قلت لك إن شاء الله لا تلحين، خلي يجي أبوك وأقول لك شوفي ترى نور اليوم. منو؟ أنا جبار أبو المولد. لحظة جايك. قلت سالي هذا جبار ابو المولدة اكيد جاي على فلوسه مع الامبيرية. اوه وشلون هالسين؟ جاتي شنو؟ فلوس المصرف ما بقى منها شيك لا صرفتيها؟ اقول لك هن ايش قد ما تقول لي اشو مصروفنا كله من ادهن. وهسه الزلمة هذا جاي بالباب شقل له؟ يقول لي خلي يصبر عليك شوي خو ما طايرين. صديق كذب، هاي غير شغلة تعبانة هاي. جايك عمي جايك. خوي أبو نور ترى ثاني شهر أنت ما دافع وأنا على بابه، يعني المولد هم تحتاج غاز ودهن وإيجار، صح لو أنا غلطان؟ والله يا عمي حقك ونعم الله عليك، بس يا أخوي شو تسوي؟ ترى مو سهلة علي عبالك وقفتك بالباب وتداعيني وقدام العالم، بس شو تسوي يا أخوي؟ ظروف تعبانة وصعبة، شوي أريدك تصبر علي ولو أنا مسختها، بس ثق واعتقد أول ما يصير عندي أول واحد أنت أنطيك حسابك، بس ربك يفرجها شوية. صديق كذب حجي، لا هذا الحكي مو زين. خويا حدك منا الخميس، جبت الفلوس جبتهن، ما جبتهن بعد تعذرني راح اقص الواير مال المولد. بشرفك يعني صديق كذي، بهاي احنا عودك خوة وجيران، تقص الواير علينا وتخلينا نموت من الحار، ينطق قلبك. هسه مو على مودنا، احنا على مود هالجهال هاي. والله ما يهون علي، بس انا مجبور، يعني حتى تدبر نفسك تعطيني فليساتي. عزيزي بس تعطيني مجال كم يوم، والله العظيم ثق واعتقد اول ما يعني ربك يسهلها قبل فليساتك موجودة ان شاء الله، ماكو شي يروح. شي يريد جبار بالمولد؟ الرجال يريد فلوسه. اوه وشلون هالسين؟ الله كريم. تيجي صدق حقه ان شاء الله تجبر. زين ليش ما تاخذ سلفة على راتب من الدائرة؟ هسه ما هاي العالم كلها جاي تاخذ سلف وتمشي امورها. ولا شو ايش باقي بالراتب غير كله سلف وديون واستقطاعات وما ادري شنو. زين والحل شنو؟ والله ما ادري، طقت روحي انا. انا هم عندي شغله اذا اقول لك بيه. خير، بس لا عم فلوس. اي والله هاي المدرسة مع نور يردون القسط مال المدرسة. عود صديق؟ اي والله. قلت لك من البداية والله العظيم، قلت لك نسجلها بالحكومي ونخلص من هاي السالفة. يعني غير بنية وتشوف وتجد حالها حال الوادم. زين وهسه هاي شلون بلشتها هاي؟ يا معود حاول تدبر امورك منا. يعني منين؟ ما تقولي لي منين؟ الدايم بعد ماكو غير حل. على اساس ما متداين انا، شو ما ظل واحد بالمنطقة ما يطلبني. هاي ربعك ايش كثرهم ما حد يدايمك؟ والله شقل لك بالفلوس ما حد يساعد. استاذي والله شاي بدون زحمة عليك شاي. ابو نور بس ترى حسابك صار هواي. سهلة عمي سهلة، كلها سهلة، تهسه جيب شاي والله كريم ان شاء الله خير. ان شاء الله خير، بس حجي ولو اتدخل، انت ايش عذب هيك امورك تعبانة؟ ما انا اريد افيدك. عزيزي ظروفي، يعني انت تفيدني شلون تفيدني والله ما ادري. هذا من عمك حنش انت فلوس بيقصر بالفايز، اخذ منه ومشي امورك. ادري بي اخويا ادري بي هذا ينطي، بس هي هاي شغلته ترى حرام يقولون وما ادري والله. يا معود يا حرام غير انت مجبور. خلينا نشوف والله كريم. حي الله ابن العم، حي الله من جانه. حياك. سولف ابن عمي، شوفك مخنوق والله خير. والله يا ابن عمي اموري فد مرة واقفة ومحتاج فلوس، وقلت بعد ماكو غيرك. صديق كذب، خدمتك انا، ايش قد تريد قول؟ بس انت تاخذ فوائد عليهن وهاي الشغلة خاف حرام. فوائد قليلة ترى. شلون يعني؟ $100 اخذ عليه 50,000. اوه يعني شوية عن النص. اي بس اقل من البنوك. زين اذا 30 ورقة ايش قد يصيرن؟ بعد احنا نحسبها ونسوي كمبيالة بالمبلغ، لان تعرف هاي دنيا وفلوس، ما نريد نتخارب احنا على مود فلوس. خير ان شاء الله. يلا اخوي امرنا لله، توكل. هذا وتوكلنا على الله. عشت ايدك زين سويت. بس انا ما مرتاح، هذا بالشهر يريد 250,000. ايه انت سد ديونك كلها وابقى بس وياه. اي صحيح، بهيج حالة راح نخلص الفلوس كلها، والنوب شلون؟ يا معود الله كريم ربك يحلها. بشر افتريت على الناس وسددت كل ديونك. اي سددت، بس بنفس الوقت الفلوس كلها خلصت لان افتروا ووزع، وهسه ما ادري شلون. الله كريم ابو نور. بشر استلمت الراتب؟ اي استلمت الحمد لله. خوش تعال انطيني مصارف البيت. اقول ليش ترى يلا بقت عندي 100,000 لا تأذيني. زين وحنا شلون راح اسدده؟ خلينا نشوف والله كريم. شوكي انت ابن عمي
وعلى عيني وعلى راسي، بس هاي فلوس، واليوم حضرتك استلمت راتب وافتريت توزع ديونك على الناس كلها، يعني لين انا ابن عمك تهجرني؟ لا أخوي لا، مو حقران والله مو حقران، بس هي خلصت والله، يعني فلوس وخلصت. شو أسوي؟ غير أمين عليك أنت ابن عمي؟ والله العظيم ثق بالله غير 100,000 مصرف للبيت ما بقى، يعني أخليهم بدون أكل وشرب يهون عليك؟ شوف حتى لا أتعبك ولا تتعبني، منان يومين لازم تسدد القسط، وإذا ماكو تعذرني أنا وحشتكي عليك. بعد خويا براحتك، هاي المحكمة قدامك وأنا ما أدري يعني شو أقول لك، مالومك صدق مالومك. شوقي حنش يقول يطلبك فلوس وانت ما دافعها، صحيح هذا الكلام لو مو صحيح؟ والله صحيح سيادة القاضي، أنا ما أنكر، بالعكس رجال نعم الله عليه نطاني وقدرني، بس ثق بالله العظيم ما عندي. يعني انت تعترف انه حنش يطلبك وعنده فلوس يمك؟ اي طبعا اعترف. شفت سيادة القاضي؟ هسه انت ما تتنازل عن ابن عمك؟ لا والله ما أتنازل إلا يدفع. شوف انت شنو موقفك، ما تقدر تدبر له الفلوس؟ ثق بالله سيادة القاضي لو عندي ما أخليه يشتكي علي ويجيبني بالمحاكم وإحنا ولد عم، ولو عندي شي بالبيت يسوى سلعة ثمينة ذهبات هم شابعتها ومشيتها، بس شو تسوي؟ انت شنو شغلك؟ أشتغل بالبلدية راتبي 300,000. لا إذا راتبك قليل ليش تتداين؟ الله يخليك استاذ، يعني هو بيت وجهال ومدارس ومصرف، هي روحة واحدة للطبيب نص الراتب الذبة، شو تسوي؟ ما تقول لي شو تسوي؟ الحمد لله على كل حال. اي والله حقك. شوف حنش، راح اسوي شغلة انسانية لابن عمك، انا والمستشارين راح ندفع لك الفلوس، بس الاصليات الارباح ما لنا علاقة بهن، ما تحصل شي من الارباح، واذا حكيت عن الارباح راح اذبك بالسجن، لان هذا الشيء حرام ومشاكل وفساد، وانت شنو من بشر؟ ما تخاف من الله؟ ولك القرآن يقول الربا حرب من الله ورسوله، وانت شوقي اذا ضايقك حنش وودع عليك سوي بلاغ وتجيني قبل، وحاول بعد لا تاخذ بالفايز، لان هاي نار وغضب من الله سبحانه وتعالى.